السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وداعا هشاشة العظام، حتى لو بلغت من العمر 100 عام فلن تزور طبيب العظام طيلة حياتك. موضوع اليوم مهم جدا، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. بدون إطالة، موضوع اليوم مهم جدا للنساء والرجال. سنتكلم عن هشاشة العظام. للأسف الشديد أغلب الناس يعانون من هشاشة العظام. سأقدم لكم اليوم أطعمة تقوي جهازكم المناعي وأيضا تمنع من هشاشة العظام، وستصبح عظامكم قوية جدا ومليئة بالكالسيوم. بمجرد أن يعاني أي شخص من آلام المفاصل أو النقرس أو الروماتيزم يلجأ إلى الكورتيزون. ماذا يفعل الكورتيزون؟ الكورتيزون يقوم بعملية امتصاص الكالسيوم من العظام ويطرحه مع البول أعزكم الله، وخصوصا للذين يتناولون هذه المادة 3 أشهر هم أكثر عرضة لهشاشة العظام. لهذا أقول لكم تجنبوا مادة الكورتيزون، فهي مادة تسبب هشاشة العظام بشكل كبير جدا. أيضا للإفادة الابتعاد عن أوميغا 6. أوميغا 6 قد تؤدي إلى زيادة الأنسجة الدهنية والالتهابات المزمنة، والتي تلعب دور أيضا للأشخاص الذين يعانون من السكري النوع الثاني. أين توجد أوميغا 6؟ أوميغا 6 عكس أوميغا 3. أوميغا 3 تقوي العظام وتوجد في زيت الزيتون. أوميغا 6 توجد في زيت عباد الشمس وأيضا زيت الذرة. فالابتعاد تماما لمن يعانون من هشاشة العظام، الابتعاد تماما من زيت عباد الشمس وأيضا زيت الذرة. سأعطيكم الآن أغذية مفيدة جدا. أول شيء سأبدأ بالخس. حين تقطيع الخس سبحان الله تجدون بعض الحليب في قلب الخس، ذلك الحليب هو الكالسيوم. الخس له دور عجيب في بناء عظام صحية ويمنع حدوث هشاشة العظام. الذين يتناولون الخس 2 3 مرات في الأسبوع سبحان الله لن يصيبهم هشاشة العظام. والذين لديهم هشاشة العظام أنصحكم بأكل قلب الخس. قلب الخس مليء بالحليب، ذلك الحليب هو عبارة عن كالسيوم ربما أكثر من الحليب. وأنصحكم أقول للنساء تناولوا قلب الخس، لأن النساء يتعرضن في سن اليأس لهشاشة العظام، فأنصحكم بتناول قلب الخس على الأقل 2 في الأسبوع إلى 3 مرات. إن شاء الله لن تصابوا بهشاشة العظام. وأيضا الذين يعانون من هشاشة العظام أقول لكم تناولوا الخس بكثرة، فهو مفيد وأيضا يحتوي على فيتامين ك وبعض الفيتامينات التي تساعد على بناء عظام قوية جدا. أما السمسم فأقول لكم أبشروا، السمسم يحتوي على 400 ملغرام من الكالسيوم بعكس الفستق. الفستق 280 ملغرام من الكالسيوم، يعني السمسم أقوى من الفستق. والسمسم نحن نقول له بالدارجة المغربية الزنجلان. أيضا غني جدا بالحديد والبوتاسيوم والفوسفور والزنك وحمض الفوليك. وبذور السمسم غنية بزيوت طبيعية مفيدة جدا. أيضا تحتوي على مضادات الأكسدة ومجموعة هامة من المعادن، يقي من هشاشة العظام ويكافح السرطان. أنا لا أقول يعالج السرطان، لا أكذب على الناس، بل يكافح مرض السرطان. بالنسبة للذين يعانون من هشاشة العظام، ملعقة كبيرة في الصباح من السمسم، يعني يحمص السمسم مدة 2 دقيقة فقط، 2 دقيقة، ونحتفظ بالسمسم في قنينة. نأخذ ملعقة صباحا وملعقة مساء ونقوم بمضغ السمسم. من الأفضل ألا يطحن السمسم لكي نحتفظ بالزيوت الموجودة داخل السمسم. يعني طريقة صحية ومجربة إن شاء الله ستفيدكم. يعني ممكن أن تدخلوا أيضا السمسم مع الخبز والحلويات
يعني أدخلوا السمسم في غذائكم ونظامكم الغذائي. للذين لا يعانون من هشاشة العظام فقط تناولوا السمسم 2-3 مرات في الأسبوع لكي تحافظون على عظامكم وتمرون بالفترة الشيخوخة بأمان إن شاء الله. وأقول لكم لمن يعانون من هشاشة العظام تناولوا السمسم بشكل كبير جدا. ولا الملفوف أو المكور، هنا في المغرب نقولوا المكور ويعني ولكن معروف بالفصحى الملفوف صديق العظام، هو ممتاز جدا من الدرجة الأولى. أقول لكم صديق العظام، يبني عظاما قوية وممتاز جدا، يعني يبني عظام خالية من الأمراض. لماذا؟ لأنه مليء جدا بالكالسيوم والزنك والمنغنيز ويعزز كثافة العظام. سواء الملفوف الأحمر أو الأخضر يعني ينتج خلايا عظمية سليمة ويحميها من الهشاشة، وأيضا يكافح على يعني علامات تقدم السن، وأيضا يحمي من الزهايمر، يحمي من السمنة. وأيضا يعني للأسف الذين يعانون من تخثر الدم لا يتناولون الملفوف لأنه يحتوي على فيتامين ك. يعني عوض أن تأكلون الملفوف تأكلون أشياء أخرى مثل السبانخ ومثل يعني أي شيء أوراقه أخضر مثل المعدنوس أو الكرافس. وأنصحكم بالتعرض إلى أشعة الشمس 15 دقيقة صباحا و15 دقيقة يعني مساء، فقط لكي يلتصق الكالسيوم بالعظام. والآن سأعطيكم عصير مليء بفيتامين A وفيتامين د والكالسيوم. كلنا نعلم أن الجزر مليء بفيتامين A وفيتامين د ومليء بعناصر تساعد على زيادة كثافة العظام، وأيضا يسرعان من تعافي من العظام المكسورة وأيضا من هشاشة العظام. أخذت 100 جرام من القرع الأحمر وحبتين من الجزر ونصف لتر من الماء، يعني يسلق الكل مدة 15 دقيقة لا غير، لا أكثر ولا أقل. لماذا؟ لكي نحتفظ بالفيتامينات الموجودة في القرع الأحمر وأيضا في الجزر. أنا لست فصيحة اللسان ولكن أحاول أن أوصل المعلومة. المهم يطحن القرع مع الجزر بالماء الذي سلق فيه، يعني سلقت فيه الخضار، يعني لا يعني نحتفظ بالماء لأنه أيضا مليء بالفيتامينات. وبعد ذلك يعصر الكل بدون سكر أبيض. أنا أحذر من السكر الأبيض، لا تستعملوه، يعني العصير يكون طبيعي جدا. بعد أن يطحن القرع والجزر نضيف نصف لتر من البرتقال، يعني طعمه لذيذ جدا وأيضا يقوي العظام ومفيد للجسم والبشرة وصحة القلب. يعني هذا العصير جيد جدا. ممكن أيضا إضافة أي شيء لونه برتقالي مثل الخوخ، طعمه لذيذ جدا. كما قلت لكم يمكن إضافة الخوخ أو المشمش إلى العصير، فهو مفيد جدا ويساعد في التئام الكسور وأيضا هشاشة العظام. يعني يشرب العصير 5 مرات في الأسبوع أو 4 مرات في الأسبوع لا بأس، مع أكل الخضروات كما قلت لكم، الملفوف والخس، أيضا الورقيات التي تحتوي على اللون الأخضر. يعني حافظوا على هذا العصير الطبيعي والمفيد لصحة يعني القلب والجسم، ويعطينا أيضا طاقة رائعة للجسم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء.